ونسيجها ينتمون. لقد أكدت مرارا وأجدد التأكيد على أنني من يحمي الدستور، ولن أسمح بأي مساس به، فهو الضمانة الحقيقية لاستقرار نظامنا السياسي والدعامة الرئيسية لأمن بلدنا، وأن إيماننا راسخ بنهجنا الديمقراطي ولن نقبل عنه بديلا، فهو نهج متجذر ثابت في وجدان أهل الكويت توارثوه وتمسكوا به جيلا بعد جيل. وواجبنا جميعا أن نعمل ليظل جوهر الديمقراطية صافيا نقيا، وأن تكون ممارسة الحرية طريق بناء وعمل وإنجاز يدعم مقومات الدولة ولا يضعفها، ويجمع صفوفها ولا يفرقها، وأن تكون الكويت أولا ونحن جميعا في خدمتها. إخواني وأبنائي، ندرك جميعا بأننا شعب لا يحتمل الفرقة والانقسام، وعلينا بأن نعي أن الأخطار والتحديات كثيرة في ظل التطورات التي تمر بها المنطقة والعالم بأسره، وانعكاساتها المباشرة على أمننا الوطني ومقدرات ومكتسبات شعبنا، الأمر الذي يستوجب الحرص على عدم إتاحة الفرصة لمن يريد تعكير صفو وحدتنا والمساس بأمننا. علينا أن نحول الولاء للوطن من شعار نتغنى به إلى ممارسة جادة لواجبات المواطنة الحقة تضيف للوطن وترفع من شأنه، محافظين على وحدتنا الوطنية، مجسدين لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. وإن كنا نتحدث عن الأمن والمستقبل، فإن أبناؤنا الشباب ركيزة الأمن ومادة المستقبل، وهم المد المتجدد والطاقة المحركة للحاضر والمستقبل، والعقول والنفوس أنية لا تظل فارقة أبدا، وإذا لم يملأها الفكر الإيجابي المستقيم ملأتها الأفكار المشوهة والهدامة. وهذه أمانة كبرى يشترك فيها الأسرة والمدرسة والمسجد والنادي ومؤسسات المجتمع قاطبة، وعلينا أن نوليها جل اهتمامنا ورعايتنا. إخواني وأبنائي، إن أعباء الحاضر وتبعات المستقبل تفوق في أهميتها وجسامتها وضراوتها كل ما اعتدنا من أعباء وما بذلنا من جهود، وأمامنا عمل شاق ومسؤوليات عظام، بما يقتضي تقديم الحكمة وانتهاج الحوار البناء واعتماد لغة التعاون، وأن نؤمن بأن وحدتنا الوطنية هي الأساس المتين والقاعدة الصلبة التي انطلقت منها الملاحم البطولية المشرفة لأبناء الكويت بكافة شرائحهم، لتضيف إلى تاريخنا أنصع وأروع صفحاته الخالدة. وإنني على يقين بأننا قادرون على مواجهة التحديات بإصرار أكيد وعزم لا يلين. نعلي صوت الحق ونحترم النظام والقانون، ونعتز بالحرية ضميرا في ذواتنا، ونترفع عن التحزب والتعصب والتناحر، ونرفض الفتنة والفرقة والانقسام، ونرتقي إلى حجم الأمانة العظيمة التي نحملها. نستلهم الدروس والعبر، فالحكيم من اتعظ بتجارب غيره، فلنعمل متعاضدين قلبا واحدا ويدا واحدة، لتكون مصلحة الكويت دائما وأبدا هي العليا وسابقة لكل اعتبار. إنها دعوة لأهل الكويت جميعا لفتعة وطنية جامعة، ودعوة لأبناء الشباب على وجه الخصوص للحفاظ على الروح الكويتية المعهودة، لبناء سور الوحدة الوطنية
الذي يحفظ أمنها ويصون ثوابتها. أدعوكم للانشغال ببناء كويت المستقبل وبث روح الأمل والتفاؤل وتوجيه الجهود نحو ما ينفع الوطن، فليس أمامنا غير النجاح، وهو مسؤوليتنا المشتركة وقدرنا، ونحن بعون الله على مستوى أقدارنا. وعلى الله فلنتوكل، ومنه نستمد العون والتأييد، ونسأله سبحانه أن يهدينا سواء السبيل، وأن يعصم خطانا من الزلل وقلوبنا من الأهواء، وأن يدرع عن الكويت وأهلها كل كيد وسوء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.